هل هدف نادي النصر الثاني في نادي الأخدود هدف صحيح؟ أتوقع لا. أنا ما أفهم في التحكيم، ولكن أتوقع لا. أثناء تسجيل النصر الهدف الثاني كان يوجد داخل الملعب كرتين قدم. تخيلوا أثناء سير المباراة ولعب المباراة، الشخص اللي يعطي اللاعبين كرة القدم في الملعب رمى كرة داخل الملعب. المشكلة أنه رماها والنصر كان قاعد يسجل الهدف الثاني، يعني كان في احتمال الحكم يلغي هدف النصر. ليش رمى كرة القدم داخل الملعب أثناء سير المباراة والهجمة كانت لصالح النصر؟ وفين؟ في ملعب النصر. عيدوا الهدف الثاني وحتشوفوا الشخص اللي مسؤول عن الكور وهو يرمي كرة قدم داخل الملعب، وبذلك أصبح داخل الملعب كرتين قدم وليست كرة واحدة، والنصر في هذا الوقت سجل الهدف الثاني. العموم 1000 مليون مبروك جمهور كبير آسيا، احنا فزنا ب3 أهداف، يعني حتى لو الهدف الثاني غير صحيح فزنا ب3. وشكرا. بس إلى الآن بسأل نفسي سؤال: ليش رمى كرة القدم أثناء لعب المباراة والهجمة كانت لصالح النصر والمباراة في ملعب النصر؟